بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو نشاط وحيوية وطاقة إيجابية جديدة، ويلا بينا نسمي بالرحمن ونصلي على الحبيب المصطفى وندخل على فيديو النهارده بقلب جامد. ويا ريت ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو واشتراك لو لسه أول مرة تشوفوني. كل اخواتي وحبايبي بحبكم في الله، الله يسعدكم ويكرمكم ويراضي خواطركم. عيشوا معايا أحداث اليوم، وهنا نص يوم ونص اليوم بتاعنا ولا كل يوم يا صبية. ليه بقى نص يوم؟ هقول لكم، بس حطوا له لايك للفيديو وتعالي كده نسمي بالرحمن وندخل النهارده على غدانا عدل. كان عندي روتين متين في غرفة النوم اللي انتوا شفتوه. متشكرة جدا على تعليقاتكم وكلامكم اللي زي العسل، ربنا ما يحرمني منكم ابدا ويدومكم ربنا نعمة في حياتي. وهنا كان عصرية الروتين بتاع غرفة النوم العصرية يعني. فدخلنا على عمايل الغدا على طول. وهنعمل ايه غدا؟ هنعمل صينية مكرونة كده في القلب. عملت بصلتين وكم قرن فلفل وجزراية، وبدأنا ان احنا نعمل العصاج بتاع صينية المكرونة. قولوا معايا عشان انا متولة اليومين دول تولة الهنا في الغرف وفي الدواليب، عمالة الف حوالين نفسي، فاللي انساه قولوا لي عليه الله يرضى عليكم. بدأنا نحط اللحمة مع معلقة سمنة كده وشوحناها، وبعد كده بصلتين فرمناهم وجزراية وشوية فلفل وملح وفلفل أسمر. وبعد كده حطينا المكرونة تتسلق. اللهم صل على الحبيب المصطفى، اللهم ذكرني. ورجعنا هنا تاني حطينا معلقتين صلصة، وحطينا كمان شوية كاتشب، لان انا مش كان عندي طماطم، كان عندي طماطم متفرزة كانت هتاخد وقت لحد ما تطلع، لكن حطيت بقى الموجود معلقة صلصة كده ومعلقتين كمان من الكاتشب، هيحل محل الطماطم خصوصا في العصاج يعني. وادي المكرونة اهي ما شاء الله تبارك الرحمن دخلت على سوا، والعصاج بتاعنا تمام التمام. ندخل بقى نعمل البشاميل. كان عندي كيسين من خلطة البشاميل ده اهي، وعندي حوالي كيلو لبن. صليتوا بينا على الحبيب المصطفى اهو. طبعا انا عندي 3 اكياس مكرونة، كيلو اللبن مش هيقضيهم ومش عندي شوربة. هناخد مغرفتين من مية سلق المكرونة، نكمل بيهم باقي البشاميل، وبتكون حلوة وزي الفل ومفيش اي ضرر منها، بالعكس ده بتدي البشاميل طعم حلو جدا. بس انت بقى حطي واحدة مرقة كده في قلب البشاميل يظبط معاك الطعم كمان. يبقى كده المكرونة خلصت والعصاج وكمان البشاميل عملناه على البارد، وبيكون اخف كمان على فكرة من لما بتحمري الدقيق في السمنة وبعد كده تحطي اللبن. لا ده بتقلبي في اللبن على طول من غير سمنة ولا يحزنون، وبيكون زي الفل. ده لو موجود عندك. مش موجود عندك اعملي الدقيق معلقة السمنة عليها معلقة دقيق وكملي انت بقى اهو. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنلم الصينية على بعضها بقى ونظبطها كده. في اليوم ده زي ما قلت لكم كان عصرية الخميس ومصبح الجمعة، كانت رضوى وراها رحلة في اليوم ده، كانت رايحة اسكندرية، وكان أول مرة في حياتي حد من عيالي يطلع رحلة. أنا بخاف على عيالي وبخاف من موضوع الرحلات ومن النوع اللي هو قلق دايما، يعني ما تعرفوش هل انا صح هل انا غلط، بس انا من النوع اللي قلقي زايد على عيالي حبتين طول ما هم تحت عيني وانا مطمنه. صحيح احنا مؤمنين برب العباد وكل ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وكل شيء الحمد لله رب العالمين، لكن انا ما تعرفوش بقى ده دماغي يعني. الحمد لله رب العالمين. العيل اللي بيغيب عن عيني دماغي بتودي وتجيب شرق وغرب وشرق وغرب، وسبحان الله العظيم بتلاقيها راحة في حتت بعيد يعني. فأنا بطمن طول مع عيالي تحت عيني، بطمن بكون مرتاحة. زي ما انتوا شايفين حطينا معلقة سمنة في أرضية الصينية، وبعد كده نزلت بشوية من المكرونة عليهم مغرفتين من البشاميل، وبعد كده نزلنا باللبن. اللهم صل لبن ايه باللحمة. وبعد كده كملت صينية المكرونة، وهحط البشاميل على الوش، وهسيب شوية مكرونة كده على جنب، لان في اليوم ده انا اتلبخت بصراحة، اتلبخت لبخة جامدة جدا في اوضة النوم، والعيال الصغار يعني ايه جاعوا شوية مش مهم. فانا هعمل لهم بقى ايه جنات، هعمل لجنات طبق مكرونة بتحب المكرونة المسلوقة دي، عليها شوية العصاج، وهعمل طبق للصغار هي تاكلهم جنبها لحد ما انا اخلص، لان يعني طول ما انا واقفه كده وعماله بفكر رضوى هتروح ورضوى
وانا بصوا تحسوا ان انا متلخبطه. المهم حبايبي، اللهم صل على الحبيب المصطفى. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. طبعا العصاج اللي فضل مني حطيته في علبه كده في التلاجة. علي ابني لا باكل فراخ ولا بيرضى ياكل لحمه، يا دوبك يمضغها ندغتين ويتفها تاني. فانا العصاج ده بعمله دايما باستمرار، يكون عندي لما اكون معصجه لحمه كميه كبيره بحطها كده في التلاجة، اكله منها على مكرونه، اكله منها على رز، واخدين بالكم؟ فايه علشان برضو ياكل وفي نفس الوقت مش ما يتفهاش، لان اللحمه لما تكون قطع غير لما تكون مفرومه. جربتها مره واتنين معاه لقيته بياكل العصاج عادي، لكن اللحمه العاديه ما برضاش ياكلها ابدا. المهم حبايبي، كان عندي لحمه كده مسوياها وعاملاها بطريقه ان شاء الله هتنزل لكم حلوه جدا. كان ابن خالتي اللي معلمها لي، فعملتها وحطيت منهم طبقين في قلب الفريزر. اللهم صل على الحبيب المصطفى. دي لحمه مسلوقه عادي لكن متبله وبقسماط او فيجيتار، وبتتحمر زيها زي البانيه، بتكون حلوه جدا وطعمها زي السكر. اللهم صل على الحبيب المصطفى. ان شاء الله باذن الله الطريقه هتنزل لكم وهتعجبكم. بتنفع في الرحلات، بتنفع في الاوقات اللي زي الوقت اللي انا فيه اللي هو متلهوجه وعايزه حاجات على السريع، بتطلعيها وهي يا دوبك بتهدى شويه من الفريزر، وبعد كده بتحمريها عادي وبتكون زي الورد. ممكن بقى جنب شويه مكرونه حمراء، جنب شويه صينيه مكرونه زي دي، وبتعدي يومها. تعملي لك بقى كميه لو انت موظفه او انت وقتك عندك اطفال زي حالاتي كده وعايزه دايما الحاجه تكون في التلاجة تطلعي منها وتعملي على طول. بتنفع في الاوقات الصعبه. ربنا ما يصعبش علينا اوقات يا رب. لكن احنا بنقول يعني اليوم بقى يا دوبك كده، لا في لمح البصر تلاقي النهار عدى. حمرتها اهي. تعالوا موريها لكم بقى. وطلعنا حته مخلل، وكانت اخر حته مخلل. وادي كمان. وساعات والله لما بيكون عندي عصاج في التلاجة، عيالي لما بيكون في عيش بيعملوها سندوتشات بألف هنا وشفا. يعني الحاجه موجوده في التلاجة حلوه في كلا الحالات. تعالوا بقى اوريكم كده اللحمه عامله ازاي. بصوا، ودايبه دوبان ما شاء الله تبارك الرحمن، وبتقرمش من بره وطعمها تحفه. والمكرونه كمان ما شاء الله. انا ما حطيتش بيض على المكرونه. رضوى هنا كان وراها درس وايجاد، بتحضر بقى نفسها هي واصدقائها للرحله. يا عيني رضوى دي بقى لها اكتر من 20 يوم بتحضر للرحله دي، اتلغت اكتر من 5-6 مرات. انا كل يوم اقول لها يا رب تتلغي، يا رب تتلغي، يا رب. عماله تقول لي يا ماما بالله عليكم ما عدتش تقولي يا رب تتلغي عشان هي مبسوطة. وبصراحة يعني رضوك منها مسحولة معايا في البيت على طول، فما بحبتش ان انا اكسر خاطرها وازعلها المرة دي. كل مرة اقول لها يا رضوى لا هتسيبيني ومش عارف ايه وهتمشي، طب اخواتك طب. بس المرة دي بصراحة ما عرفتش اسيطر على الوضع. حسيت ان هي عايزة تطلع مع اصحابها تتبسط يعني، وخصوصا ان رضوى متطلعش من البيت الا على دروس ومدارس فقط لا غير. هنا طبعا حضرت حالها. كان الوقت هنا حوالي هنقول 2:30 3:15 بالليل. الباص بتاعهم كان واقف على عند المدرسة، وكانوا متجمعين بقى ايه المدرسين والمشرفين بتوع الرحلة وايا كان. طبعا ابوها واخوها ياخدوها يودوها يسلموها لايد المشرف بتاعهم. ما شاء الله تبارك الرحمن. ربنا يحميها ويحفظها يا رب. واستودعتها هي واخواتها عند الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. في اليوم ده كمان كان عمار رايح القاهرة من بدري يسلم اوردرات هناك، لان ابو عمار ركبته تعباه فمش قدر يروح، او عمار اللي اتكفل بقى بالاوردرات في اليوم ده. فربنا يهديهم ويصلح حالهم. طبعا حضرت لها حاجتها، والحاجه اللي انا عاملاها لها ان شاء الله تنزل لكم في فيديوهات تانية. عامله لها شويه حاجات كده هينفعوكم برضو لو في رحلات مصايف اي حاجه من الحاجات دي. هنا بقول لكم ان الساعه داخله على 3، يعتبر 3 يعني. صليتوا بينا على الحبيب. يا ساتر يا رب. ليه يا بنتي كده؟ حبيت هناك. يلا توكل على الله. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده ودائع. استودعتك يا بنتي، استودعتك. تسد الباب في وش امك. يا ده اخرتي ارضى خليكي تروح الرحله وفي الاخر تكتلي الباب في وشي. خلي بالك من نفسك يا رضوى. كل ما اتصل ترد عليا. اياك اتصل مره كده.
اياك ما اتصل مره كده وما ترديش بس. حوش التيكت اللي على الشال، حافظه على الشال عشان ده غالي من الناس الغاليه. يلا توكل على الله. رضوى مشيت طلع رحله، ربنا يسترها يا رب. استودعتها عند الله، ربنا يسلك طريقهم هي وزمايلها يا رب ومدرسينها كمان. انا مش عارفه انام اصلا الساعه دلوقتي، بصوا الساعه 3، مش عارفه انام ومش عارفه انام ولا هيجيلي نوم غير لما تيجي البيت تاني. انا اول مره حد من عيالي يطلع رحله، من كتر خوفي عليهم مش برضه اخليهم يطلعوا رحلات، لكن رضوى منها معايا في البيت على طول. فبصراحه هنمسك المطبخ ده نروجه كده، عندي كام حله، الارضيه كمان مش نظيفه، فهنمسك المطبخ نروجه كده ترويجه على السريع، نمسح الارضيه دي. عندي كام دورة غسيل برضو، ونشوف هنعمل ايه مدام خلاص كده، الله المستعان. وبما ان مفيش نوم والدنيا توتر وقلق، انا عايزه اقول لكم اليوم ده كان متلخبط معايا اخر لخبطه من كتر القلق والتوتر وشدة اعصابي طبعا، ومفيش نوم كمان يعني، وطول النهار قبلها شغاله يعني. الروتين غرفه النوم ده خد مني وقت ومجهود. عملنا الغدا، سهرنا لحد ما ميعاد رضوى اجا، مشيت معرفتش انام، فتحسوا اني مطبقه بقالي يومين، فالدنيا كانت متلخبطه معايا. فكل ما امسك حاجه في ايدي تقع. انا من الناس اللي بقول لكم عند عيالي والتوتر بيمسكني والتفكير بقى، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان ساعه ما تمكن بقى بيدخل بقى في اللحظات دي، في لحظات التوتر والخوف والقلق بيلعب شقلباظ في دماغنا. يا ترى عملت ايه، يا ترى وقعت، يا ترى حد كلمها، يا ترى بصوا. المهم حبايبي هنمسك بقى الرخام، يعني الهي نفسي بقى. الحاجه الوحيده اللي بتلهيني وتطلعني من التفكير هي الشغل، واني بقى اركز قوي في شغلي. فوالله العظيم، والله العظيم كنت بشتغل برضو وبقول يا ترى يا رضوى، يا ترى يا بنتي. فمهما كانت ضنا يا جماعه الخير محدش يخيل عليا، لكن والله العظيم انا بخاف على عيالي، بخاف على عيالي. الحمد لله ربنا يبارك لنا فيهم ويهديهم ويصلح حالهم. انا طول ما العيل قاعد قدام عيني انا مطمنه، واللي يجراله يجراله بس يكونوا قدام عيني، يعني ربنا يحفظهم ويخليهم ويهديهم. مسكت الرخامه، لميت السكر والسكريه ده انا زعلت عليها زعل، لان هي كانت جايه لي هديه، والحاجه اللي بتكون يعني جايه لي من ناس غاليه بحب احافظ عليها لدرجه مش تتخيلوا. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله كله مقدر ومكتوب. مسكت الرخامه زي ما انتم شايفين ما شاء الله، دعكتها دعكه حلوه، وبعد كده نشفتها. انا عندي الوشوش بتاعت المساحه دي، كنت جايباهم غيارات للمساحه نفسها، والمساحه كانت اتكسرت وفضل عندي الغيارات دي، بحب امسح بيهم واطوق بيهم، لان هي من القطن وبتشرب بقى اي ميه اي حاجه، وبتنضف وبتلمع معاك وبتكون زي الفل. صليتوا من على الحبيب المصطفى. طبعا خدت غطا غطا سكريه حطيته على بدل الغطا اللي اتكسر. نمسك بقى حته حته كده وندخل على البوتاجاز، ما انا عايزه الهي نفسي، دي بواقي اكل. اللهم صل على الحبيب المصطفى. طبعا كنت غاليه لبن بالليل، لان كنت خدت اللبن اللي موجود عندي للبشاميل، فانا ما بقطعش اللبن، هو اللبن كده كده موجود في البيت عشان خاطر شغلنا زي ما انتم عارفين. فباخد كيلو 2 كيلو لازم يوميا، يا كيلو يا كيلو ونص، عشان خاطر اغليه والعيال يشربوا منه، يعملوا سحلب، يعملوا مشروبات دافيه، يشربوه على شاي بلبن زي ما هم عايزين. وكمان الصغار زي ما انتم عارفين مفطومين، فبحب اديهم بقى اللبن اغليه يبرد واشيل الوش بتاعه شويه، وبعد كده بديهم اللبن بيشربوه بيكونوا زي الفل. ربنا يهديهم ويصلح حالهم هم كمان. مسكت البوتاجاز كده طوقته تطويقه محترمه زي ما انتم شايفين، وهمسحه بقى بنفس الفوطه دي بتمسحي بيها وبتغسلي بيها وبتطوقي بيها. اهم حاجه بس تشطفيها بميه سخنه، هي ما بتشيلش وسخ فيها اصلا، يعني خلي بالكم علشان نوعها كويس ما بتشيلش وسخ فيها.
تغسلي وبتمسحي وبتطوقي الرخامة والبوتاجاز بيها، وبتيجي تغسليها بتلاقيها بتشف وترف معاكي. بس اهم حاجة بس تعقميها بشوية مية سخنين وشوية كلور بعد ما تخلصي يعني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى. اكتر حاجة بتتبهدل عندي في الجنب بتاع البوتاجاز هو الركن اللي انا بغسله ده اهو. بسم الله. حطيت المفارش دي، وعايزه اقول لكم المفارش دي نفعاني نفعاني نفعاني. حله سخنه، شكل جمالي، كنكه سخنه، اي حاجه من الحاجات دي بصراحه نفعاني. ادي اللبن اللي انا غليته المغرب ما شاء الله تبارك الرحمن. بدات ان انا هشيل الوش بتاعه او القشطه بتاعته كده في جنب اهو. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، ده لبن شغلنا يا جماعه. ربنا يحفظ المال لاصحابه ويوسع علينا وعليكم يا رب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى. دخلنا بقى على المواعين. ما كانش عندي مواعين كتير غير المواعين اللي انتوا شايفينها دهيا، اللي هي ايه، المكان صينية المكرونة ومكان البشاميل ومكان الهيصة دي. ما كنتش غسلتها بعد الاكل علشان اتلهيت بقى في الحاجات اللي انا بعملها لرضوى. فقلت هخليهم بقى ايه، اتسلى فيهم بالليل في السهرة. طبعا كنت غيرت العباية بتاعتي لان كان الجو خلاص برد، واتوضينا وصلينا كده، وبعد كده ايه كملنا زي ما انتوا شايفين. جنات بقى اللي اتمرمطت معايا في الروتين ده عشان خاطر صحتها كملت معايا يا حبيبتي اليوم، ونامت حوالي الساعة 9 كده. خدت لها تعسيلة حلوة، كان مصبح الجمعة بقى اهو. ما شاء الله تبارك الرحمن. ده مكان البشاميل. اللهم صل على الحبيب المصطفى. ايوه حلو كده الله ينور. وبرطمانات اللي مخلل كمان خلصت. بس يا علي برطمانات المخلل خلصت، فيوم ان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله نجيب بقى لفت ونخلل ونظبط الدنيا كده. هندعك بقى حلالنا كويس وهنشيلهم نضاف. المطبخ لما بيكون رايق كل البيت بيكون رايق. اي شغل في البيت بعد المطبخ بالذات وغسيل المواعين وغسيل الهدوم بتلاقيها هينه لينه قدامك، عادي تبصي للشغله تقولي ولا يهمني، ده انا اعملها بصبع رجلي الصغير. انما المطبخ لو متكركب بيسد نفسك عن البيت كله اهو. لمعنا مواعيننا وهنمسك حضن نروقه علشان خاطر حتى لو غفلت الساعة 9 10 الصبح شوية يبقى مطبخي هادي ونادي وقشطة بالزبادي. اسم الله علي. اهو حلو كده. الصلاة على النبي. طبعا الحرق اللي كان في الحلة ده هو، كانت الحلة في 3 حلل على البوتاجاز، والحلة دي مش كانت جاية على الكوشة مظبوطة، فكان أغلبية النار بتاعت الكوشة في جنب الحلة فلسعتها. لكن بشوية مية سخنين الطقم الحلل ده تحفة. زانوكس وكمان زهران. عندي طقم من الغالي بس كان جاي لي هدية طبعا وركناه يعني سايباه لوقته يعني. لما امرمط في دول شويه. اهو حلوين ومتحمليني، وبطبخ فيهم الرز وبطبخ فيهم المكرونه وزي الفل وزي الورد. اهم حاجه بس تكون النار هاديه تحتهم وبيكونوا زي العسل معاكي اهو. ساعه ما بغسلهم بيرجعوا جداد لانج. جدود جدود. بصوا هو زانوكس لونه مطفي شويه، وده عادي، ده من النوع اللي استلس نفسه يعني مش اهمال ولا لا. هو اصلا لو انت مطلعاه من كرتونته بيكون في استلس لامع وفي استلس بتحس ان هو مطفي سيكه كده. فهو زهران، هو زانوكس كده. زانوكس ده الغطا بتاعه ازاز بس ما شاء الله في طبيخ الرز والمحاشي والحاجات دي كلها حلو. يعني لو عندك عروسه كده وبس هاتيه من الاصل لان في مضروب هنا. بقول لكم شوفوا الحله اهي ولا كأن كان ولا فيها خربوش. ما شاء الله. ايوه حلو قوي كده. فل 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 فل. معلش ارضيه الحله يعني عايزه منظف قوي، وانا ايه مش موجود منظف قوي دلوقتي، ومش عايزه استعمل منظفات عشان خاطر انتوا عارفين صدري وتعبني والكلام ده كله، فبحاول ان انا اتجنب المنظفات. فضيت البرطمانات كده وهغسلهم بقى واعقمهم تعقيمه محترمه بشويه ميه سخنين
علشان لما اجيب ان شاء الله جزر بقى لفت اي حاجه من الحاجات دي يكونوا هما جاهزين. مادام فاضيين مركنش الميه، كتر الف خير الميه، ده انا عملت فيها نوعين مخلل يعني. وكمان السلاح بتاع الكبه. انا قلت اسلي بقى نفسي كده في المطبخ يا جماعه، بدل ما دنيني قاعده اللهم صل على الحبيب المصطفى، اقعد افكر بقى واضرب اخماس في اسداس واقول يا ترى يا هل ترى. ايوه. مسكت الرخامه برضو بالحوض، اديتهم غسله ودعكه حلوه كده ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوه. والفوط كمان هغسلهم وانضفهم عشان خاطر ايه يباتوا نضاف كده على الحبل. حلو اوي، الله ينور عليك يا حاجه حنان. الصلاة على النبي. ننشف بقى عشان اسيب المواعين تتصفى، وبعد كده ايه للصبح بقى ان شاء الله وعليكم خير. حلو كده. الطاسه بتاعت الزيت فضيت الزيت اللي فيها عشان خاطر في علبه كده عشان خاطر ايه هنعمل شويه صابون ان شاء الله. بقالنا يجي سنتين 3 عمالين بنلم في زيت عشان خاطر الصابون، لم في زيت عشان ولا الزيت بتلم ولا الصابون بيتعمل. ايوه. هنغسل بقى الفوط اللي احنا استعملناها، وهكنس الارضيه، اشيل الفرشه واكنس الارضيه كده وامسحها، واعمل ايه ارص بس كنت حاطه دوره غسيل الاطباق والكوبايات في النص حموله كده في الغساله، وبدات ان انا اطلعها واحطها على طول في المطبقيه، واعمل دوره خل لغساله الاطباق كده، دوره تكون محترمه. ونضفت الفلتر بتاعها وظبطتها وهيأتها وخليتها 100 فل و10. اهو. عيني يا عيني. خلينا المطبخ ايه فله ولا يا ولا حاجه كده عسل. حلو اوي، الله ينور عليكي. وادي الفرشه اهي طلعتها برضو، الفرشه التانية. هنعمل كوبايه قهوه بقى نصحصح. خلاص كنا تقريبا النهار بدأ ان هو يشقشق خلاص. كوبايه لبن، حطيت معلقه واحده سكر، وحطيت معلقتين بن، ونقلب قلب قلب قلب، وعلى نار هاديه بقى تاخد وتدي بشكل ودي على الهادي يا زبادي. كنت عايزه اطلع اصور لكم الشمسه وهي بتشرق كده، بس ايه ابو عمار مرضيش، قال لها تطلعي في البرد هتنزلي عيان. بيخاف عليا. بيخاف عليا. كوبايه جميله جموله مع واحده شوكولاته سرقاها من رضوى من شنطتها، ما هي معبيه الشنطه شوكولاتات وبسكوتات غير اللي انا عاملاه، فيرضيكم يعني. وادي كوبايه القهوه المتينه، نصحصح بقى ونروق المزاج. وفضلت اليوم ده يا عيني اكلم رضوى واكلم عمار واكلم صديقاتي، اكلم رضوى واكلم عمار، مش عارفه اعمل حاجه في البيت بكتر القلق والتفكير. فضلت ارغي مع صديقتي بقى وحبيبتي واختي حبيبتي. الف تحيه. وبعد كده ايه رسينا على شويه قرارات قرارات مصيريه ان شاء الله تعرفوها الايام اللي جايه، وكله خير باذن واحد احد. نطفي بقى الانوار، وكل عام وانتم بخير.